بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. لا تجعل الألعاب تشغلك وتلهيك عن الصلاة والعبادة. اليوم سنتحدث وإياكم مرة أخرى عن لعبة فيفا موبايل، والحديث اليوم سيكون عن طريقة تغيير الشعار وتغيير الطقم أيضا كذلك في لعبة فيفا موبايل في آخر تحديث. لتغيير شعار الفريق سننتقل وإياكم وبصحبتكم إلى هذه الخانة كما يشير السهم، خانة النادي، ثم بعد ذلك سيظهر لدينا اللاعبون والمقايضة وغرف أو غرفة تغيير الملابس. نختار الخيار الأخير وهو غرفة تغيير الملابس، وسيظهر لدينا خيارات عديدة مثل الشارة وهي الشعار. نقوم بالضغط على هذه الخانة وستظهر لدينا جميع الدوريات المتاحة عبر لعبة بيس أو عبر لعبة فيفا موبايل، والأندية كذلك المتاحة عبر هذه اللعبة. لو أردنا مثلا على سبيل المثال اختيار نادي الهلال السعودي، سنقوم بالنزول من الأعلى إلى الأسفل أو العكس في هذه المنطقة. هنا دوري السعودي، دوري روشن، ثم نقوم بالنزول من الأعلى إلى الأسفل أو العكس حتى نجد شعار نادي الهلال الذي يظهر هنا. بعد ذلك نقوم بالضغط على تحديد، وبهذا يتم تحديث الشارة أو الشعار بنجاح. الآن لو أردنا تغيير شعار المستخدم نقوم بالضغط على هذه الخانة. بإمكان اختيار شعار الفريق أو الموسم العالمي أو عديد الشعارات الأخرى. الآن الكرة، حتى نذهب على جميع الأمور الموجودة هنا في هذه الخانة، والحركات التعبيرية، موجود عديد الحركات التعبيرية، بعضها المتاح والبعض الآخر المقلق. طبعا لإضافة أي رموز تعبيرية نقوم بإلغاء واحدة من الموجودة في هذه الخانة، ثم إضافة أي خانة أو حركة تعبيرية أخرى، ثم الضغط على تأكيد مرة أخرى. لتغيير الطقم طبعا سنجد إما الطقم فيفا موبايل أو الطقم الخاص بهذا النادي. الرقم طبعا للاعبين، اختيار أو تغيير أرقام اللاعبين من هذه الخانة، والمظهر اللي يظهر هنا إما لباس كامل طويل وإما لباس قصير، وهنا أيضا بإمكاننا تغيير التيشيرت والجوارب والحذاء وغيرها. أتمنى أن الجميع استفاد من هذا المقطع. نلتقي وبصحبتكم بإذن الله تعالى في مقاطع لاحقة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.